الاتحاد بيفوز على المصري 1-0 بهدف جون بوكا جابه في الدقيقة 66 اللاعب النيجيري. والإسماعيلي ماشي في منعطف يعني كارثي، وشكله ممكن يهبط السنة دي بالأداء اللي بيعمله. لعب 3 ماتشات، تعادل ماتش واحد وخسر ماتشين، ما جابش جوان لغاية دلوقتي. ولا جون حتى يعني الإسماعيلي ما جابش جوان خالص في الدوري لغايه دلوقتي. يعني معرفش الاسماعيلي هيعمل ايه الموسم ده. هو وبرده فاركو نفس الحكايه، لما نيجي عنده الفرقتين في الضياع خالص. الاتحاد اخيرا رجع يفوز بعد ما كان خسران اول ماتشين، جه يفوز الماتش الاسماعيلي، بس برده مش مقياس لان الاسماعيلي من اضعف فرق الدوري حاليا. كمان اتطرد في الدقيقه 90 عبد الله جمال للاسماعيلي، عمرو جمعه برضو للاتحاد اتطردوا في اخر دقايق المباراه. كمان كان في ماتش بين كهربة الاسماعيليه والبنك الاهلي، الماتش كله ما فيهوش اي حاجه. في الدقيقه 90 جون هنا وجون هنا. في الدقيقه 90 بلس 5 احمد اسامه فيصل بيجيب جون البنك الاهلي من اسيست لياو النور. وفي الدقيقه 9 اسمه ايه 90 بلس 7 احمد حمزاوي بيجيب جون التعادل لكهرباء الاسماعيليه من اسيست من فاروق محمد فاروق لاعب كهربة الاسماعيليه، اللي هو كان بيلعب في الاهلي وبيلعب في المقاولين ولعب في بيراميدز ولعب في انديه كتير. اما الماتش التالت الاخراني كان في اليوم ده، غير طبعا ماتش بيراميدز والمصري قلت وعملت له فيديو لوحده. كان بين طلائع الجيش وفاركو. خلص الماتش 1-0 لطلائع الجيش لاسماعيل اغورو اللاعب التوجولي، لاعب توجو، اللاعب المهاجم طلائع الجيش الحالي، اللي هو جه السنة دي في انتقال حر لطلائع الجيش. وفاركو برضو الموسم حتى الآن ما جابوش إلا جون واحد، اللي هو جون اسمه ايه ده اللاعب اللي جاب الجون في الأهلي، محمد فخري، هو الوحيد اللي جاب جون لفاركو. فاركو برضو ماشي في مستوى ضايع خالص، هو والاسماعيلي، وترتيبهم اخر اتنين في الدوري، هما الاتنين في المركز 20 وال21. يجي وراهم المقاولين، بس المقاولين لسه ليه ماتش. اما الفرق الاتحاد صعد للمركز 11 بعد فوزه النهارده. كمان طلائع الجيش صعد للمركز الثامن برضو بعد فوزه النهارده. وكهربة الاسماعيليه بعد تعادله بقى المركز 15. دي كانت ماتشات النهارده في الدوري المصري.